Saichino Mercaya! Saichino Mercaya! تعرف انت ان سبوتيفاي تعرف عنك اكتر ما انت عارف عن نفسك؟ في واحدة من اقوى الكامبينز اللي يقدر اي براند يشتغل عليها، وهي الداتا دريفن اد كامبينز. ودي بتبقى نوع من الحملات الاعلانية اللي بتعتمد على استخدام بيانات العملاء وتحليلها للتنبؤ باحتياجات ورغبات وسلوكيات الجمهور المستقبلية، واللي بدورها بتقربهم من المنتج او الخدمة في النهاية. سبوتيفاي في حالتنا دي تعتبر واحدة من اكتر الشركات الشاطرة في استخدام الكامبينز دي، وده من خلال تحليل العميل بيسمع اغاني ايه وبيسمعها كام مرة، ومن خلالها تقدر تعرف هو حاسس بايه في الفتره دي، هل هو محبوب، هل هو مجروح. وهنا سبوتيفاي جت في عيد الفالنتاين، ومن خلال البيانات اللي حللتها لقوا ان في واحد سمع اغنيه سوري جاستن بيبر اكتر من 40 مره. نزلوا ساعتها بيل بورد في التايم سكوير وقالوا له فيها من غير ما يجيبوا اسمه: dear person who played sorry 42 times on Valentine's Day what did you do، اللي هو انت هببت ايه يا منيل علشان تسمعها كل ده. عندهم حق بصراحه. النوع ده من التفاعل مع عملائك غير انه بيخلي التجربه كاستمايزد وعلى مقاس كل مستمع للابليكيشن، الا انه بيوريك ان الابليكيشن حاسس بيه وبمشاعره وحالته النفسيه والعاطفيه، فبيرتبط بالابليكيشن اكتر. التجربه المرحه اللي سبوتيفاي بيقدمها ومن خلالها يقدر ينكش عميله بقت مخليه الابليكيشن عامل زي واحد صاحبك بتتريقوا على بعض، او ستاند اب كوميدي بيروست زميله. طبعا مش هيوصلوا لدرجه النوع ده يعني من الروست، بس ما علينا. تعالوا نرجع لورا شويه كده، هتلاقوا ان سبوتيفاي بدأت تقريبا في اكتوبر 2008 في السويد. سبوتيفاي من اول انطلاقهم قدروا يعملوا انتشار ونمو ما وصلوش على طاوله الديجيتال نفسهم زي زوكربيرج. وتعالى هنا اقول لك شويه ارقام هتصدمك وانت بتسمعها. سبوتيفاي وصلوا لاول مليون مستخدم ليهم بعد 5 شهور بس من الانطلاق، على عكس الفيسبوك اللي وصل لاول مليون مستخدم بعد 10 شهور، واللي تويتر عملها بعد 24 شهر، واللي وصل لها نتفليكس بعد 3 سنين ونص، وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل في حلقه نتفليكس. سبوتيفاي متواجد ومتاح في معظم بلاد العالم بما حوالي يقدر ب 184 سوق في اوروبا وافريقيا واسيا والامريكتين، واكبر عدد للمستخدمين هو موجود في الولايات المتحده بما يقدر حوالي ب 88 مليون مستخدم، وهو حاليا اكبر منصه موسيقى في العالم من حيث عدد المستخدمين. لما نيجي نروح على سبوتيفاي والموديل اللي بتشتغل بيها، هتلاقوا ان سبوتيفاي بتشتغل بموديل اسمه فريميوم، وده بيتيح للمستخدم الوصول لكل ما هو على منصتهم مجانا بس بجودة صوت منخفضة شوية، واعلانات كمان تكون متصل بالانترنت. والموديل ده بيساعد الشركات انها تعمل حاجتين: تعمل فاليديشن للفكرة بتاعتها، والتانية ان هم بيعملوا اكوزيشن، وده بمعنى العربي بيقولوا عليه ان هم بيحملوا العربية عشان يقدر يستحوذ على اكبر عدد ممكن من المستخدمين اونلاين. وتيجي شركة لسه بادئة يقول لك ما عندناش حاجة ببلاش. ولا انت عايز تاخد البت كده شليتي مليتي مش في جهاز؟ ما علينا. والموديل التاني وهو البريميوم، وده اللي بيدفعك مقابل خدماتهم، بتقدر تسمع من خلاله بجودة عالية ومن غير اعلانات، وتقدر طبعا تحمل الاغاني وتسمعها من غير انترنت كمان وانت اوفلاين، وده اللي بيخلي سبوتيفاي من الاوائل في قائمة مفضلته. وعلى الرغم من انهم موجودين في معظم دول العالم، حملاتهم مرتبطة بمحلية العميل بتاعه ومنطقته السكانية، فيبقى في ارتباط عاطفي ما بين العميل والخدمة في الاعلان. فالاعلان اللي هيعملوه في امريكا هيكون مختلف عن الاعلان اللي هيعملوه في مصر، لان ببساطة الثقافة والظروف والأحداث اليومية مختلفة تماما بين العاملين. وفي النهاية هنا حابب أقول لك إن البرسوناليزيشن في الكامبينز هو واحد من أكتر الاستراتيجيات الفعالة اللي ممكن تحقق لك أرباح وقوة لعلامتك التجارية على المدى القصير والبعيد. لو أنت ماركتير وعندك أكسس لداتا تخص سلوك عملائك أو العملاء بتوعك، عايز أقول لك إن أنت في إيدك قوة كبيرة جدا، يبقى حرام عليك لو لسه لحد دلوقتي ما استغلتهاش. قول لنا في الكومنتس عندك داتا ولا لأ، وتستخدمها إزاي، وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله.